السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين، ويراضي كل اللي نفسه كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب العالمين، ربنا يرضيه. طبعا حبايب قلبي النهاردة بصوا يا جماعة، مهما تكوني تعبانة ومهما تكوني مش قادرة، انت كده كده وراكي روتين لازم تعمليه، وراكي حاجات لازم تعمليه، سواء بقى ما انتش قادرة تعبانة. والله يا جماعة انا واحدة من الناس باخد تعبي في الشغل. الحمد لله رب العالمين يا رب. كان عندي علبة بوهية كده لون، كنت انا عيناه معرفش، انا كنت مخبياه والله، معرفش ايه جت في ايد ابن نصر منين، لقيته مبهدل بيها البلكونة زي ما حضراتكم شايفين كده. كان عند الفريزر، فصل الفريزر بقالي يومين علشان كان في، اللهم صل على محمد وآل محمد، كان عامل تلج كتير جدا يا جماعة. فوالله العظيم تخيلوا انا فضلت شايلة الفيشة بتاعته يومين لعند ما نقطت الحاجة اللي فيه، وبعدين اخدته بقى على البلكونة. انا كنت دايما باخده قدام الحمام، يعني اعزكم الله في الطرقة اللي قدام الحمام، بس انا المرة دي اكمنه في اوضة النوم الكبيرة وقريبة من البلكونة، قلت اجرب كده اغسله في البلكونة. وعلى فكرة فكرة كويسة جدا جدا جدا، اولا ما عكتليش الصالة، عفوا يا جماعة، ثانيا ان انا مسحته وخلصته ومسحت البلكونة وكله، ما شلتش هم بقى. طب ما انت حولت مية ريفي، والله يا جماعة انا كده كده كنت بحول مية، يعني انا سواء ان انا غسلته في الطرقة في الصالة في اخر الصالة عندي في اول الصالة بحول مية، سواء غسلته في البلكونة بحول مية، فكده الموضوع اصلا يعني مش فارق معايا. بعتذر على صوت نزلة البرد الجاية عندنا، بصوا ما هيش راضية تمشي، يعني مش راضية تسيب شقتي، معتزية باين بوجودها معايا. عفوا يا جماعة. فقمت انا كده، كان الصبح بعد ما وديت بعد الولاد ما راحوا توكلوا على الله راحوا المدرسة، جبت بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، وقمت مسكت البلكونة برضو مسحتها مسحة في السليم، وغسلته، ما غسلتوش بسلكة. لما تغسلي الفريزر او التلاجة اغسليه بسبونشة تكون سفنج، علشان ما تجرحيش جسم الحاجة لان الحاجة غالية. كده انا بحط الفيشة بتاعت الفراخ كويس، بدكها يعني، لان حسيت ان هي من الفريزر شدها. عفوا يا جماعة. كده انا بقى نشفت البلكونة ونشفت الفريزر وسبته، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كنت غسلة الخلقين، الخلقان اللي انا بمسح بيها وكده. كده بقى بقول لكم ان انا هتوكل على الله بعد ما خلصت وهنزل للطيور. انا كده بقى نزلت للطيور في الوقت ده كده يا جماعة. انا سبت البلكونة بقى وخلاص والأوضة اشتغلت على قد ما قدرت فيهم، وقلت بقى لما انزل للطيور وابني مع اخته، يعني ونصر ابن الصغير مع اخته علشان بلطمني. جيت بقى كان عندي حصيرتين وسجادة اللي باقيين من الروتين اللي فات. انا عامة كنت غسل الحصر ومخلصة وغسل الحافظة وكله زي ما حضراتكم شايفين في الروتين اللي فات، بس هي ديت كان شريط اللي هو الأربعة في متر ونص، والحصيرة اللي هي التلاتة متر. وكان عندي سجادة بفرشها في أول الشقة، لقيتها مش نظيفة، يعني عامة لقيتها مش نظيفة، فقلت أخدها كده بالمرة بما إن المية شغالة، فأتوكل على الله وأخدهم كده أغسلهم. خدتهم بقى غسلتهم. وكان برضو وانا بنقض الهدوم يا جماعة لقيت عندي شوية هدوم صيفي كتار، يعني ما كانوش قليلين، حضراتكم كده هتشوفوهم معايا. فحسيت ان هم مطربين، فقلت لا ما ينفعش ان انا اخزنهم، احطهم في الشنطة اللي انا جايباها وهم مطربين كده. فقمت اخدتهم دورة في الغسالة ونشرتهم وجبتهم لسه ما حطيتهمش والله يا جماعة عشان ما اكذبش عليك، لان انا طبعا في اليوم ده برضو كده. بصوا يا جماعة، انا الحصرة عندي نظيفة لان انا بغسل على طول، بحط حصرتين او حاجة في اللهم صل على محمد في الصالة
فيعني ايه اي حاجة بتتعك او ما بتبقاش نظيفة بعملها على طول. دول كده شوية الهدوم الصيف اللي انا قلت لحضراتكم عليهم، دول جبتهم بقى كده نضاف وزي الفل. اما بالنسبة للحبل اللي هناك ده فده الهدوم الشتوي اللي ولادي بيروحوا بقى المدرسة. غسلتهم ونشرتهم لان الجو كان جميل، كان في نسمة هوا وكان في شمس، يعني الاتنين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. انت لما يكون وراكي حاجة او تعبانة استعيني بالله عز وجل. فلو انت تعبانة يا حبيبة قلبي وعندك شغل قومي اشربي لك حاجة دافية وخدي علاجك وتوكلي على الله. انا بقى وزي ما حضراتكم عارفين كده ما كنتش انا اصلا يعني امبارح ما كنتش طبخت. او كان عندي كشري والله العظيم يا جماعة انا من فاكرة سندوتشات الكبدة يا جماعة، السندوتشات بتاعة الكبدة. فانا قلت ايه انا عندي فاصوليا، عندي شوية فاصوليا، فقمت جبت شوية قيمة اقل من ربع كيلو بس يا صاصة، اقل والله اقل من ربع كيلو يا جماعة. وكان عندي نزلت دبحت فرختين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. مفيش احسن من الحاجة اللي انت بتربيها في بيتك، عارفة انت مأكلاها ايه، عارفة هي متربية على ايه. انا بصراحة ما بحبش اشتري الفراخ البيضاء يا جماعة، ده اذا كانت من حد موثوق فيه، لانني زي ما حضراتكم شايفين كده انا بربيها علشان ولادي ما باكلوش الا هما. ماما نصر بيعمل لكم لايك يا جماعة، فما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناة، ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس امر. طبعا غسلت نضفت الفراخ، حماتي دبحتهم لي ونضفتهم ونقعتهم بخل وليمون ودقيق وملح وسبتهم قيمة نص ساعة، وقمت جاية شطفاهم كويس وشايلة أي مزلقة فيهم وحطاهم في المصفى يتصفوا زي ما حضراتكم شايفين كده. والحوض طبعا انت لما تيجي تنضفي سمك او تنضفي اي حاجة يعني الحوض بتاعك ما يبقاش فيه مواعين، تكوني غاسلة المواعين كلها وتكوني منضفاهم علشان ايه الزفارة، علشان الزفارة يا حبايب قلبي. كده بقى جيت وكان عندي طماطم، كان عندي شايفين الصدرة، الفراخ ما كبرتش قوي بس متربية تربية صح، يعني والله العظيم يا جماعة متربية تربية صح ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يعني حاجة بيتي تربية بيتي، بربي كده بجيب شوية كده ببيع منهم شوية وباخد منهم شوية لبيتي، وهي علشان العجلة تمشي كده ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بس بقى يا نصور كده عملت شوية رز بشعرية وطبقين فاصوليا وطبق شوربة وحطيت فيها شوية شعرية، وادي الفراخ اهيت زي ما حضراتكم شايفين. لما كنت دبحة فراخ بقوم واخدة الحوايج بتاعتها طبخاها لان انا بحبهم يا جماعة، بحب ال بحب ال بحب الحوايج لما تكون صبحة بصراحة يعني. وكده اليوم عدى وخلص. اتمنى ان الروتين يكون عجبكم يا رب، واكون يعني ضيفة خفيفة على قلوبكم. بشكركم جدا على تفاعلكم معايا وبشكركم جدا على وقفتكم معايا. ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويكبر خواطركم. جبر يتعجب له أهل الأرض وملائكة السماء عجبا. اللهم آمين يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا في الله. يعني أنا والله ما لاقيه كلام حلو أقوله لكم، يعني الكلام الحلو اللي أنا عايزة أقوله كتير كتير قوي، فأنا عاجزة عن الشكر في الفيديوهات الأخيرة وفي تفاعلكم معايا. ربنا يبارك فيكم ويكبر خواطركم ويرضيكم. اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتعمل ايه يا ناس؟ ينفع كده؟ نازل ياكل تحت الكنبة، نازل ياكل تحت الكنبة. نصر ابني يا جماعة باكل تحت الكنبة، ينفع يا جماعة؟ والله ملطمني ولا باكل ولا بشرب ولا بيعمل اي حاجة غير ان هو بلطمني بس.